بالنسبة للأهلي ستفتح له أمال، خصوصا إذا فاز اليوم من فريق الوداد البيضاوي. إذا في حالة عدم الفوز ففريق زيسكو وضع ضغط على فريق الوداد وكذلك على أسيك، لأن هناك بعض المباريات التي ستكون مستقبلا بين الفريقين، وبالتالي قد تفرز نتائج يمكن تكون عكسية على المجموعة. فريق الأهلي أصبح اليوم مطالب بالفوز إن أراد أن يستمر في المنافسة، وغير الفوز فسيكون خارج يعني المجموعة، وبالتالي زيسكو حقق نتيجة إيجابية جدا ويمكن نعتبره أنه بمثابة الحصان الأسود في المجموعة، لأن اليوم أسيك أبيجان الذي عهدناه فريق قوي. كثيرون توقعوا في المرتبة الأخيرة سيكون في هذه المجموعة بالنظر للأسماء ولتاريخ الفرق الثلاثة بدوري أبطال أفريقيا. أكيد الكل كان يتوقع أن يكون هو الأخير، اليوم يفاجئ الجميع ويحقق ثاني فوز في المجموعة. أسيك أبيجان الذي خرج مجموعة كبيرة من اللاعبين، نتذكر كلنا اللاعبين المتميزين الذين أتتهم فضاء المنتخب، اليوم يعني ينضحر بملعبه باخطاء فادحه جدا، يعني اخطاء فادحه وفادحه من الحارس. اظن ان الحارس يعني بالرغم من انه طرف في اللعبه الا انه ساهم في هزيمه الفريق، ويكون ازاك يعني بعد ما انهزم ضد فريق الوداد اليوم يندحر مره ثانيه ضد فريق زيسكو، وهي يمكن نعتبرها نتيجه سلبيه بالنسبه لفريق مثل فريق اسيك ميموزا. دعونا الآن ننتقل مباشرة إلى ملعب المباراة حيث يتواجد الزميل العزيز أحمد نوير. أحمد، مساء الخير، كل عام وأنت بخير، وتعازينا لكم جميعا برحيل طارق سليم. لك الكلمة تطلع مشاهدي بين سبورت على ظروف هذه المباراة، على أجوائها، على ترقبها.